اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. يا صباح الفل وصباح الورد وصباح الياسمين على عيونكم يا اجمل واغلى متابعين في الدنيا. النهارده هنعمل حاجه حلوه بقى كده للفطار. النهارده عاوزين الولاد يفطروا بسيسه. انا بعزها بصراحه. فالنهارده مقاديرنا سهله وبسيطه وهنعملها كلها. مش كلها يعني هنضرب السوائل بتاعتنا كلها في الخلاط علشان نسهلها علينا وتبقى سريعة. معانا هنا بقى كوبايتين دقيق ذرة، اللي هو دقيق السميد، لا مش السميد، دقيق ذرة بنجيبه من عند العطار عادي، من عند اي عطار بتجيبي منه بتقولي له عايزة دقيق ذرة. فانا اخدت منه كوبايتين، ومعانا طبعا البيكنج باودر، ومعانا 4 بيضات، والفانيليا بتاعتنا اساسي مع البيض، ومعلقة الخل، ومعانا كوباية دقيق عادي. يبقى معانا كوبايتين دقيق ذرة، ومعانا كوباية دقيق عادي، كوباية ونص عصير برتقال، وطبعا معانا بشر برتقال، ومعانا السكر برضو هيبقى كوباية كوباية ونص سكر، لان احنا معانا المقادير الدقيق 3 كوبايات، فهنحط كوباية ونص سكر. طبعا نص كوباية زيت، حابة تبدلي الزيت بالسمنة براحتك. ممكن تحطي نص كوباية زيت وكوباية، يعني نص كوباية او كوباية الا ربع على حسب. بس حاولي تبقى مقدار الحاجة كلها بكوباية واحدة. معانا بقى هنا الدقيق اللي هو الدقيق الذرة، هنحط عليه كوباية الدقيق التانية. طبعا الدقيق منخول، لازم يا جماعة الدقيق يتنخل كويس جدا علشان خاطر تبقي متأكدة من نظافته. تمام، لان مش ساعات بتجيبيه ممكن يبقى كويس، وساعات بتجيبيه ممكن يبقى مش حلو. طبعا انا بقول لكم دي عن تجربة، لاني اليومين دولت الحاجة مش كويسة قوي، فلازم ننضف الدقيق كويس، فلازم ننخله كويس علشان خاطر نتأكد من نظافة الدقيق بتاعنا. هنكسر كده مع بعض بقى ال4 بيضات في شفشق الخلاط. هنحط المكونات السائلة كلها في شفشق الخلاط. هنكسر ال4 بيضات مع بعض في شفشق الخلاط، ونحط عليهم الفانيليا، وهنحط عليهم دقيق، قصدي معلقة الخل، معلقة خل كبيرة علشان خاطر كده حطينا 3، كده هنحط الرابعة. يعني مش بس فانيليا يا جماعة، لازم نحط برضو معلقة الخل دي برضو علشان زفارة البيض، وفي نفس الوقت بتدي آه لون حلو للكيك كده، بتفتح لون الكيك كده وبتديله هشاشة برضو حلوة قوي. هنحط كده بقى الفانيليا بتاعتنا اهي. متنسونيش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب لمنوعات كوكي، وتعليقاتكم الجميلة اللي دايما بتفرحني. هنا كده معلقة الخل، هنا كده يا جماعة نحط معلقة الخل، بعاير بالظبط كده بمعلقة عادية، معلقة خل، مش بحط طبعا بالازازة عشان خاطر ما تنزلش مني كتير. اهو بصوا بالظبط كده معلقة خل، مش محتاجة اكتر من كده. السكر بتاعنا طبعا هنحط كوباية، وهعاير طبعا نص كوباية السكر التانية وهحطها برضو علشان خاطر انا حاطه جنبي كوبايه سكر، بس حاطه برطمان السكر برضو عشان اعمل حسابي. كده نص كوبايه سكر، يبقى كوبايه ونص سكر، 4 بيضات، خل، الفانيليا، كوبايه ونص عصير برتقال، نص كوبايه زيت، وهنديها معلقه سمنه بلدي حلوه كده، هتدي طعم حلو قوي. معانا ده زيت عباد، زيت ذره، يعني طبعا هنستعملها في اكل اهو، زيت عافيه، زيت عباد. لازم يبقى زيت نضيف عشان يدينا طعم حلو. ما ينفعش طبعا زيت التموين يا جماعه، عشان خاطر ما يبقاش فيه ريحه او طعم مش حلو.
ما ينفعش عامه زيت آلية، يعني يستحسن الحاجات اللي هندخل فيها زيت للاكل بالذات يبقى زيت طعمه حلو. دي بقى السمنه دي انا مسيحاها كده وحطاها في البطرمان. طبعا فيديو السمنه هتلاقوه عندكم على القناه، لو ما نزلش اكيد هينزل. معلقه سمنه حلوه كبيره بقى كده، معلقه معلقتين زي ما تحبي. طبعا احنا حاطين نص كوبايه زيت بنفس الكوبايه اللي عيرت بيها جميع المقادير، فلازم ادي برضو نص كوبايه الزيت بنفس الكوبايه اللي عيرنا بيها المقادير كلها. حطينا معلقه حلوه كده محترمه، وهننزل بعصير البرتقال بتاعنا. حطينا نص عصير وهننزل بالكوبايه، وهنضربهم بقى في الخلاط ضربا مبرحا. ده قشر البرتقال، يعني جيت اقشره بالمبشره مرضيش بصراحه يطلع، فانا ما سبتوش اسيبه، لا رحت جايباه بالسكينه. اخدت قشر برتقال كده بالسكينه ورحت آه حطاه في الخلاط برضو، يعني طبعا ما حطيتوش كده، حطيته في الخلاط طبعا اتضرب مع السوائل كلها، فطبعا ما كانش باين، بس كان طعم البرتقال فيها خطير بجد. بسيسة الذرة لما بتتعمل بالبرتقال بالذات بيبقى طعمها حلو قوي. طبعا بنعملها في الشتاء بالذات، لان هي البرتقال بيبقى موجود اكتر في الشتاء، فبيبقى طعمها جميل. كده بقى ضربنا السوائل كلها معانا في الخلاط ضربا مبرحا يا جماعه، ضرب جامد قوي. بصوا نازله عامله فوم معايا جامد السوائل كلها. طبعا هنزل بنص المقادير، وبعد كده اقلب بس كويس عشان خاطر اعرف اقلب الدقيق كويس، وبعد كده انزل بالنص التاني. طبعا نجيب كده من تحت لفوق عشان خاطر كل السوائل يتشربها الدقيق. تعالوا هنا رايحين فين؟ متنسوش اللايك بتاعي يا جماعه، يلا بسرعه حطوا لي اللايك وفرحوني كده، ربنا يفرح قلوبكم جميعا بجد يا جماعه. اللايكات بترفع الفيديو وبتخلي ناس كتيره قوي تشوفه، فعشان خاطر الوصفه توصل للناس كلها متنسونيش في اللايك، لايكات كتيره بعد اذنكم فضلا وليس امرا. وما تنسوش تدوسوا على الاشتراك، الزرار الاحمر اللي على ايديك الشمال كده وانت بتتفرجي على الفيديو، دوسي فيه على الاشتراك ونوريني باشتراكك معايا في القناة. ويا رب فيديوهاتي تكون بتعجبكم، يا رب دايما اكون عند حسن ظنكم. خنقتني بصراحة. طبعا فضينا السوائل كلها كده زي ما انتم شايفين، وقلبتها كويس جدا عشان خاطر السوائل تتشرب من الدقيق. وزي ما انتم شايفين كده بصوا، واخر ما زهقت منها عملتها كده. بس طبعا لازم تعملي كده في اتجاه واحد عشان خاطر نفك اي تكتلات في الكيكة ونحطها كويس جدا. طبعا معانا هنا الصينية بتاعت الصينية، المقاس الوسط، مقاس تقريبا 26 مش متذكرة، هو كان مقاس وسط. حطينا بقى فيها المادة السائلة بتاعتنا كلها ونزلنا بيها. حطينا عجين بتاعنا كله، طبعا دهنيها مادة دهنية، دهنة الصينية كويس جدا مادة دهنية. ونزلنا بالكيكة بمقدار الكيكة بتاعنا كله. هنخبطها بقى خبطتين كده علشان خاطر ندخلها الفرن. كده دخلت معانا الفرن، قعدت تقريبا بالظبط من نص ساعة و5 دقايق وخرجت معانا مستوية. بصوا ده كده اختبار، انا كنت عملت لها اختبار طبعا في السكينة عشان خاطر اشوفها استوت ولا لا. ما شاء الله عليت وكانت حلوة جدا، وكان طعمها بجد خطير يعني. هسيبها تهدى شوية واحاول اقلبها لكم واقطعها معاكم عشان خاطر اوريها لكم هي قد ايه كانت هشة وحلوة قوي بجد. يعني اعتمدوا المقادير دي وان شاء الله تكون جميلة معاكم وتعجبكم في بقية وصفاتي. هنا كده قلبتها بقى على صينية على الوشها، وبعد كده جيت قلبت الوش تاني مكانها. بصوا كده مطرح ما قلبتها، وطبعا حاولت اقطعها علشان خاطر اوريها لكم.
بصوا هي كانت سخنة يعني ما كانتش هديت قوي، يعني انا سبتها تهدى بس مش قوي. بصوا بقى هشة وجميلة. لا ريقي جري يا جماعة، نفسي راحت لها تاني. يعني هي خلصت بصراحة، انا بسجل لكم الفيديو بعد ما الكيكة اتاكلت وخلصت وخلاص. بس كانت جميلة قوي. بصوا من جوه قلبها ابيض ازاي، زي ما قلت لكم معلقة الخل بتبيض قلب الكيكة من جوه معانا وبتديها برضو هشاشة حلوة قوي. فجربوا الوصفة دي ان شاء الله تعجبكم، وان شاء الله اكون دايما عند حسن ظنكم. وما تنسونيش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب. ما تنسوش تشتركوا في قناتي وتنوروني. بقول لكم الحته المقطوعه من الوش ديت مطرح ما قلبت الصينيه من هنا لهنا. يا رب فيديوهاتي تكون تعجبكم، يا رب دايما اكون عند حسن ظنكم. لا انا كنتش قادره استنى الفيديو يخلص عشان ادوق بصراحه. بصوا برضو بوريها لكم من جوه، جميله جدا، هشه وطريه وجميله، وكان طعمها تحفه. يعني انا عايزه اقول لكم ان هي ما كملتش ساعتين كانت خلصانه بالهنا والشفا. وولادي وزوجي بقى عجبتهم جدا، ففطروا بيها مع كوبايه شاي بلبن، والف هنا وشفا لكل اللي كملها. وانتظروني في فيديو جديد وفي وصفه جديده، واشوفكم على خير يا رب، اللهم امين.